يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي. بقى الوقت طلب مني 4 فرابتشينو، حاجه كده عظمه قوي. تعالى معلمكم ال4 فرابتشينو بيتعملوا ازاي. جامد. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط على كل كوبايه من كوبايه الفرابتشينو 3 بولات من ايس كريم الفانيليا. اي نوع ايس كريم فانيليا ممكن نقدر نشتريه ونعمل بيه كده، ماشي. حطينا على كل كوبايه 3 بولات ايس كريم فانيليا، يكونوا كده مدقلقين وحلوين. بس بعد ما حطينا على كل كوبايه 3 ايس كريم 3 بولات ايس كريم فانيليا، هننزل بالنسكافيه بتاعنا. لو في اظرف في البيت ماشي، لو في نسكافيه عادي ماشي. نزلنا كده ب5 معالق او 6 معالق نسكافيه، يعني ممكن 3 4 تظرف كده مثلا من النسكافيه الصغير. تمام قوي. بعد كده هننزل على كل كوبايه فرابتشينو بربع كوبايه لبن. ليه ربع كوبايه؟ لان الايس كريم بيضخم المساله شويه، بيعلي معانا الاوردر، بيبهرجه كده، يعني الكوبايه بتبقى مدقلجه يعني. بعد ما حطينا اللبن بتاعنا على الكوبايه ربع كوبايه لبن، يعني كله كده على بعضه كوبايه ونص لبن ولا حاجه على ال4 فرابتشينو، يعني مش هنستهلك لبن كتير. بعد ما ضربناه في الخلاط سيبناه يتضرب كده شويه وما نكترش، يعني هم 5 أو 6 ثواني، علشان الايس كريم بتاعنا ما يحلش معانا، يعني يفضل كده القوام بتاعه اللي هوريهولكوا دلوقتي عامل ازاي. هنجيب بقى ال4 كوبايات عصير، وهننزل كده بصوص الكراميل. صوص الكراميل لو عندنا في البيت ماشي، مش موجود مش مشكله خالص، هو يعني للتزيين، يعني علشان بس ايه نجرنش الكوبايه وتبقى شكلها حلو. هننزل بقى بالفرابتشينو، ودي لحظه السعاده زي صناع السعاده كده. وزي ما انتم شايفين القوام المظبوط للفرابتشينو، هو ولا خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، هو نازل كده مظبوط، يعني علشان يدينا القوام المظبوط. احنا ما ضربناهوش كتير عشان يدينا القوام الصح. 4 فرابتشينو يعني مش قادر اقول لكم على الجمال والعظمه، نقدر نعمله في البيت بمنتهى السهوله. ده بيتباع ب50 و60 جنيه بره، في البيت ممكن ما يعديش ال15 جنيه. حاجه كده عظمه او جميل وطعم وتحفه، وينفع كمان للاطفال. جرنشنا كده من فوق الوش بصوص الكراميل وتمام كده، وهنقدمهم بقى على كده وزي الفل. لو في شويه مكسرات كده من فوق الوش يبقى لذيذ، ما عندناش برضو مش مشكله خالص. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، ولايكاتكم اللي بتزيدني شرف ومحبه. وبس خلاص.